في تاريخ كأس العالم شاركت 9 منتخبات عربية في المونديال، من أفريقيا مصر والمغرب والجزائر وتونس، من آسيا الكويت الإمارات العراق السعودية وأخيرا قطر. أغلب المشاركات دي كانت المنتخبات العربية بتخرج من الأدوار الأولى، ولكن 3 منتخبات عربية قدرت تكسر القاعدة دي وتوصل لدور ال16 في البطولة العالمية. أول منتخب عربي قدر يوصل للدور التاني كان المنتخب المغربي في مونديال 86 في المكسيك. مش بس كده، ده كمان أول منتخب عربي قدر يتصدر مجموعته في كأس العالم، رغم إنه كان في مجموعة نارية وكانت بتضم إنجلترا وبولندا والبرتغال. المباراة الأولى كانت ضد بولندا وانتهت بالتعادل السلبي 0-0، والمباراة التانية ضد إنجلترا انتهت بنفس النتيجة. في المباراة التالتة ضد البرتغال بيفوز أسود الأطلس 3-1 وبيصعدوا لدور ال16، ولكن لسوء حظ الفريق وقع وقتها في مواجهة منتخب ألمانيا المرشح للفوز باللقب، واللي فعلا وصل للنهائي في البطولة دي وخسر قدام منتخب الأرجنتين بقيادة مارادونا 3-2. خسر المنتخب المغربي وقتها من ألمانيا 1-0 وغادر المكسيك مرفوع الرأس. في مونديال 94 صعد المنتخب السعودي لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، النسخة اللي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية. المنتخب السعودي كان في مجموعة واحدة مع هولندا وبلجيكا والمغرب، وكانت البداية غير مبشرة بعد الخسارة من هولندا 2-1، لكن الفوز بنفس النتيجة على المنتخب المغربي أحيا آمال المنتخب السعودي من جديد. في الجولة الأخيرة كان المطلوب من المنتخب السعودي الفوز على بلجيكا بأي نتيجة حتى يضمن صعوده للدور الثاني، وهو ما تحقق بالفعل. فاز المنتخب السعودي على بلجيكا 1-0 بهدف سعيد العويران، الهدف اللي الفيفا اختاره من أجمل الأهداف في تاريخ كأس العالم. وفي دور ال16 لعب المنتخب السعودي قدام منتخب السويد وخسر 3-1 وغادر البطولة. في مونديال البرازيل 2014 صعدت الجزائر إلى كأس العالم، وكانت في مجموعة ضمت كل من بلجيكا وروسيا وكوريا الجنوبية. البداية لم تكن مبشرة أيضا للفريق الجزائري بعد الخسارة من بلجيكا 2-1، ولكن استعاد المنتخب توازنه وفاز بنتيجة 4-2 على منتخب كوريا الجنوبية، وده كان أكبر عدد أهداف في مباراة واحدة لفريق عربي في كأس العالم. في المباراة الأخيرة ضد روسيا ورغم التأخر بهدف مبكر انتهت المباراة 1-1 ليصعد المنتخب الجزائري لدور ال16، وبيواجه محاربي الصحراء الفريق المرشح للقب واللي بالفعل حقق اللقب في النهاية وهو المنتخب الألماني. بيقدم المنتخب الجزائري مباراة أسطورية قدام منتخب ألمانيا، ولكن بيخسر بعد وقت إضافي بنتيجة 2-1، والمباراة دي تعتبر من أفضل مباريات الفرق العربية في تاريخ المونديال. وبكده نكون شفنا المنتخبات العربية اللي قدرت توصل لدور ال16 في تاريخ كأس العالم. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عايز تعرف أي حكايات رياضية اكتب لنا في التعليقات عايز الحكاية اللي جاية عن إيه. شكرا للمتابعة.